لنتخيل معا هذا المشهد للحظة. نحن في لوس أنجلوس والمباراة الافتتاحية للمنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 ضد نيوزيلندا انتهت للتو بتعادل مثير بهدفين لمثلهما. الأجواء داخل غرفة تغيير الملابس ليست مجرد إرهاق بعد 90 دقيقة من الركض، بل هناك ثقل غريب وتوتر يمكن الشعور به في الهواء. وفجأة يفتح الباب ليدخل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. في تحليلنا اليوم، هذه الصورة تحديداً التي نراها لغرفة الملابس هي الأساس الذي سنبني عليه كل شيء. لنفهم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، سنرى كيف اصطدمت الدبلوماسية الهادئة بواقع قاس جداً، وكيف تحولت جيارة دعم بسيطة إلى مواجهة صريحة. حسناً، عند الدخول إلى غرفة مليئة بكل هذا الضغط، كيف يمكن كسر الجليد؟ إنفانتينو لجأ للفكاهة فوراً. قال بابتسامة إنه مستعد للعب كمهاجم في المباراة المقبلة أمام بلجيكا إذا وافق المدرب. خطوة كلاسيكية، أليس كذلك؟ الهدف هنا كان واضحاً: رسم واجهة ودية، إظهار الدعم، ومحاولة امتصاص التوتر برسالة مبطنة تقول بوضوح: أنا أقف في صفكم. إنها طريقة معروفة لتهدئة الأجواء وتأسيس أرضية مشتركة. ومثل هذه المسحة كان خطابا دبلوماسيا بامتياز. إنفانتينو لم يكتفي بالضحك، بل أشاد بمرونة الفريق، واعترف بصعوبة المباراة والحظ العاثر، وأكد أنهم أرسلوا رسالة وحدة قوية. النقطة الأهم هنا هي تعبيره عن تفهمه لظروفهم الاستثنائية، سواء السياسية أو اللوجستية. على الورق كانت هذه كلمات مصممة بعناية فائقة لرفع المعنويات وإظهار التعاطف من أعلى سلطة في عالم كرة القدم. لكن الواجهة لا تعكس دائما ما يغلي في الأعماق. ظاهريا كانت هناك كلمات معسولة قوبلت بالتصفيق والاحترام، لكن خلف هذا التصفيق كان هناك إحباط حقيقي وعميق يتصاعد. الكلمات الجميلة والتعاطف أمور رائعة، لكنها بصراحة لا تحل أي أزمة فعلية على أرض الواقع. كان هناك إدراك تام داخل الغرفة بأن الوقت قد حان لشيء أكبر بكثير من مجرد الدعم المعنوي والعبارات الرنانة. وهنا بالضبط سقطت واجهة المجاملات. قائد المنتخب مهدي طارمي واللاعب محمد محبي قرر كسر حاجز الصمت والتحدث بوضوح. رسالتهما كانت صارمة: نحن نحتاج إلى أفعال، لا مجرد أقوال. التعاطف وحده لا يكفي عندما تنعدم أبسط مقومات تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة. لم يعد الأمر يتعلق برفع الروح المعنوية، بل بالحق في الحصول على ظروف منافسة طبيعية مثل أي فريق آخر متواجد في هذه البطولة. إذن لنسأل أنفسنا سؤالا جوهريا هنا: ما هو هذا الكابوس اللوجستي الذي دفع لاعبين محترفين للانفجار بهذا الشكل أمام رئيس الفيفا؟ ما الذي يجري خلف الكواليس ويولد كل هذا الإحباط الشديد؟ دعونا نلقي نظرة على الحقائق الفعلية على الأرض لنستوعب حجم الضغط والمعاناة. لننظر إلى مسار هذه الرحلة. إنها ليست مجرد تنقلات عادية، بل دوامة استنزاف حقيقية بسبب أزمة التأشيرات. الفريق يلعب مباراته في أمريكا، وبمجرد إطلاق صافرة النهاية لا يوجد وقت للراحة أو الاستشفاء. يجب عليهم مغادرة أراضي أمريكا فوراً والتوجه إلى المكسيك، وبعد 48 ساعة فقط يتعين عليهم حزم الحقائب والعودة مجدداً إلى أمريكا للمباراة التالية. لنتخيل حجم الإرهاق البدني والذهني لرياضيين من النخبة يقضون وقتهم في المطارات وعبور الحدود بدلا من التحضير لمباريات كأس العالم. وكأن هذا لا يكفي، هناك فراغ هائل في المعسكر الإيراني، غيابات مؤثرة جدا لأن التأشيرات الأمريكية رفضت. من نتحدث عنهم هنا؟ أفراد أساسيون من الطاقم الفني، المحللون الذين يدرسون نقاط ضعف الخصوم، وحتى المنسقون الإعلاميون. في كرة القدم الحديثة هذه الغيابات تعني حرفيا الدخول إلى المعركة بأعين معصوبة. هذا يخلق خللا جسيما في التحضير ويضعهم في موقف ضعيف جدا مقارنة بالمنتخبات الأخرى التي تتمتع بكامل طواقمها الفنية والإدارية. وسط كل هذا الإرهاق المستمر من السفر والغيابات القاسمة في الطاقم، كيف سيكون رد فعل قائد الدفة؟ المدرب المخضرم أمير قلعة نوي يرى فريقه استنزف قطرة قطرة خارج الملعب، والآن الشخص الأول في الفيفا يقف أمامه مباشرة. نحن الآن نقترب من لحظة الذروة المطلقة في هذه الغرفة المشحونة. لم يتردد المدرب للحظة وأطلق هذا التصريح المباشر والصادم أمام الجميع: نحن الفريق الأكثر تعرضاً للظلم والاضطهاد في بطولة كأس العالم هذه بالكامل. لا توجد أي مجاملات هنا على الإطلاق. لقد وضع كل الحقائق المرة، من الإرهاق المدمر الناجم عن السفر إلى النقص الحاد في الكوادر، مباشرة على طاولة إنفانتينو.
كانت لحظة مكاشفة قاسية جدا، ولم تترك أي مجال للتراجع أو تجميل الواقع. والأهم من ذلك أن المدرب لم يطرح المشكلة وحسب، بل طالب بحلول فورية وعملية. الرسالة كانت حازمة تماما: يجب على الفيفا التدخل فورا وبقوة لوقف هذا التمييز اللوجستي. لا مزيد من عبارات التشجيع والشد على الأيادي. المطلوب الآن هو أفعال حقيقية تضمن حصول الفريق على ظروف تحضير عادلة ومتساوية قبل خوض التحديات القادمة. أمام هذه المواجهة المباشرة والمطالب الصارمة، كان على إنفانتينو على الانتقال فورا من الدبلوماسية إلى تقديم خطة عمل ملموسة ووعود فعلية. الخطوة الأولى كانت الاعتراف الرسمي والصريح بشدة إرهاق السفر المتكرر. الخطوة الثانية كانت تقديم وعد قاطع بتدخله الشخصي لتذليل العقبات. أما الخطوة الثالثة والعملية فكانت العمل على تسريع إصدار التأشيرات المتبقية لضمان التحاق باقي أعضاء البعثة الإيرانية قبل مواجهتي بلجيكا ومصر الحاسمتين. وهذا يتركنا أمام تساؤل أخير ومهم جدا: هل ستتحول هذه الدبلوماسية وتلك الوعود إلى واقع ملموس على أرض الملعب؟ لقد رأينا كيف بدأ المشهد في غرفة الملابس بمزحة لطيفة وانتهى بمواجهة صريحة ومطالب حازمة. لكن في عالم الرياضة المليء بالتعقيدات اللوجستية والسياسية، الاختبار الحقيقي سيكون في الأيام القليلة القادمة. هل سينجح الفيفا في تسوية الملعب فعلياً، أم أن هذا الكابوس اللوجستي سيستمر في ملاحقة الفريق وإلقاء ظلاله على البطولة؟ الأيام وحدها ستكشف لنا بقية هذه القصة المعقدة. شكراً لمتابعة هذا التحليل، وإلى اللقاء.